السلام عليكم، يومكم غنيين وإن شاء الله تكونوا بخير كلكم. اليوم تعالوا أنا وياكم مع بعض نديروا هذا التشيز كيك خفيف وسهل، إعداده في نفس الوقت طيب يبرد على القلب، اللي هو تشيز كيك اللوتس. أنا هنا رمضان وهذه قناتي، لو أول مرة تشوفوها أتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، وفرجة طيبة وأهلا وسهلا فيكم. هنايا أول حاجة نبدأ بالمكونات، وبالنسبة للمكونات أنا هنايا حنعطيكم حتى البدايل بالنسبة للمكونات لو ما كانتش متوفرة. أول حاجة حنبدأ بها عندنا البشكوت متاع اللوتس. عندي هنايا 250 جرام من اللوتس، وعندي زبدة اللوتس حتى هي نفس الشيء أكيد حتكون متوفرة عندكم. وعندي هنايا 250 جرام من كريمة الخفق. الكريمة الخفق ممكن نستبدلوها بالكريم شانتي. وعندي مثبت الكريمة، والجبنة هنايا عندي الفريش كيزة اللي هي جبنة الفريش. في نفس الوقت تقدر تستبدلها بالفيلادلفيا. وعندي هنايا مكون اسمه الكواك، هو هنا زي القشطة الحامضة، أكيد حنستبدلها بالقشطة العادية. وعندنا نص كوب من السكر البودرة. وبالنسبة للكواك أو القشطة تقدر تستغني عليها في الوصفة، حتى يعني ما تحطيهاش أنا إضافة من عندي. نبدأ بسم الله. هنايا حطيت قطع البسكويت في ست البيت أو المكسر. طبعا البديل حطيها في كيس واضربيها كويس بالشوبك لين تصير عندك بودرة. ما فيش مشكلة، حتكون مثل اللي كأنها مطحونة في ست البيت. هنايا طحنتها وبنضيف له ملعقتين من الزبدة، بتكون درجة حرارة الغرفة، وبنرجع تاني نطحنه. بالنسبة للتشيز كيك هذا أنا عملته لعيد ميلاد صديقة ليا، حناخده لها. تبعوا الفيديو للأخير على تشوفوا أنا شو خدت لها بعدين معاي. خدت لها كدو صغير يعني. هنايا حطيت التشيز كيك في القالب، قالب التشيز كيك. نضغط عليه بالكشيك كويس، يعني نحاول بالكشيك نساوي السطح، نضغط عليه كويس بهذا الشكل. تمام، هيك جاهز عندي. نبدو بعدين بالكريمة. هنايا في الجات متاع الخفق حطيت 250 جرام متاع كريمة الخفق، ومعاه ظرفين من المثبت. مع سكر البودرة اللي هو نصف الكوب. نخلطهم كويس ليتضاعف حجم الكريمة. بعدين هنايا ضفت أنا الكريمة، ضفت للكريمة الجبنة الفريش. وحطيت من الكواك هنايا، يعني عندي كمية كانت الكمية الموجودة كانت 500 جرام، أنا خديت هنايا منها تقريبا 100 جرام، يعني تقريبا ما يعادل 3 معالق كبار من الكواك. وزي ما حكيت يمكن هذا الكواك تستبدليه بالقشطة أو تلغيه أصلا. مع التحريك، بالنسبة للمعجون هذا اللي أنا حطيته، هو عبارة عليه يا إما تاخدي من
زبدة اللوتس ملعقة تحطيها، يا أما تاخدي شوية بشكوتي تطحنيه في نفس ست البيت اللي تحطي فيها المرة الأولى البسكويت، وتضيفي بس عليها شوية من الكريمة، هذا يبدأ عندك معجون وتضيفيه للخليط. وبالنسبة للتزيين هنايا أنا حنحط كريمة اللوتس في حمام مائي لين أو بالميكروويف لين تدوب عندي شوية. هنايا بنوريكم قوام الكريمة بعد ما اخفقتها وصارت جاهزة، طعمتها روعة تجنن. جبنا تشيز كيك متاعنا وبنضيفوها. شايفين المكونات يمكن هلبة، بس الإعداد سهل وبسرعة وحاجة طيبة يعني، وفي نفس الوقت وتبرد على القلب عن جد يعني. وحتى في السكر متاعها خفيف. نتمنى إنكم تجربوها، أكيد حتعجبكم. حطيت بالسباتشيلا كل الكريمة، وبنحاول نساوي السطح من فوق، ويكون عندي سطح أملس وحلو جنين هيك شكله، علشان لما نصب عليه بعدين الكمية متاع الصوص متاع زبدة اللوتس، يكون السطح عندي مساوي وحلو. وهنا بننزل عليه التشيز كيك متاعي بزبدة اللوتس. هنايا نتمنى لو تحطوا كمية كبيرة ويكون في كمية كبيرة. يعني هنايا كان عندي شوية ما كنتش منتبهة انه هو شوية في الفازو عندي، فاضطريت اني ندهنه زي ما شايفين توا الشبتسلة بسرعة، ندهنه كويس عليه السطح وهو يعني دافي او ساخن، لانه لو تجمد حيقعد في مكانه معاش تقدري تحركيه. فحركتها بسرعة بهذه الطريقة يعني. بس لو كانت الكمية كبيرة حيعطيكي سطح احلى والمس واسهل، يعني ما تضطريش انك تقعدي تساوي فيه. فالحمد لله مشت العملية وسويت السطح وكل شيء تمام. هنا بعد ما حطيتها في الثلاجة لمدة ساعة، تقدري تحطيها من ساعة ل3 ساعات. وسحبت القالب بشوية، وبعدين قطعتها لي تقريبا عطتني 8 قطع. وهنا حطيت لها البسكوتي المكسر او المجروش للزينة من فوق. وهذا شكلها مع قطيعة صغيرة من اللوتس من فوق، وهذا شكلها، وهذا شكل الطبقات متاعها. كيك اللوتس بطريقة سهلة وبسيطة مني أنا هناء رمضان. وهنا بعد ما كملت طبعا مشيت لصديقتي، وهذا يوم اللي قعدنا، وهذا الكادو اللي اخديته لها عبارة على اكسسوار، ويعني شيء بسيط اكسسوار كان لونه نحاس، ومناكير. هذا مناكير أحمر لونها حلو بصراحة. وهذا حتى هو مناكير هدايا. لما لقيت الرف متاعها قريب يتم قلت هدايا شكله حلو، بس فعلا طلع حلو. وهذا عطر. وإن شاء الله كل عام وهي بخير.